بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد سيدي كبير، عيد دخول المسيح اورشليم، وعشان الموضوع مهم احنا رسمنا ليكم هنا لوحه كبيره في الخلفيه بتاع الكنيسه عن دخول المسيح اورشليم. انتم ماسكين النهارده زعف، وهم كمان هنا برضه ماسكين زعف. فرح كبير كان وسط التلاميذ شافوا سيد المسيح في بهاء مجده، أو يعني شعاع بسيط من بهاء مجده. العيد كبير أيضا لأن الأطفال فرحت والكبار فرحوا وكل القلوب الطاهرة فرحت. اللي تعب جدا من العيد دوت ودخول المسيح هكذا منتصرا في أورشليم هم الفريسيين والكتبة، لأن هم خافوا على مجدهم مش مجد الله من المسيح. عشان كده حقدوا وقالوا لبعضهم اذهبوا ان الجمع كله قد ذهب وراءه انكم لا تنتفعون شيئا. والمسيح قال لهم كده لقد اخفي عليكم بارادتكم. يعني ايه؟ ساعات الانسان يبقى مش عايز يعرف ربنا، ساعات الانسان يغمى عليه بمزاجه، مش عايز يشوف الوصيه لئلا يتبع ربنا. فهكذا كان الحال في أورشليم، إنه أخفي عليهم بإرادتهم. العيد دوت عيد أحد الزعف أو دخول المسيح أورشليم كملك. اتكلم عنه العهد القديم بوضوح، بالذات زكريا 9. ما ننساش الشاهد دوت. زكريا 9 اتكلم عن دخول السيد المسيح أورشليم بالتفاصيل الدقيقة جدا، على أتان وعلى جحش ابن أتان وهتاف الشعب. على فكرة أسبوع الآلام بدأ بهتاف في أورشليم وانتهى بهتاف النصرة، هتاف الملائكة والبشر بقيامة السيد المسيح. وحتى نهاية العالم تنتهي أيضا بهتاف. الكتاب كده يقول يعني بهتاف بصوت بوق وملائكة يقوم كل الأموات. امبارح يعني الاستعداد لأسبوع الآلام بدأ بقبر فارغ، ينتهي أسبوع الآلام بالقيامة أيضا بقبر فارغ. وحتى نهاية الأيام كل القبور المليانة هتبقى فارغة، لأن كل أجساد هتقوم عشان الدينونة. فأسبوع الآلام يبدأ بفرح وينتهي بفرح أكبر. في النص آلام، معلش، زي حياة الإنسان يبدأ بفرحة، مش كده؟ وينتهي أيضا الإنسان دخل السماء بفرحة، لكن في النص في بعض الآلام، في بعض المتاعب، في بعض الضيقات. السيد المسيح له المجد كانوا بيسألوا هل يأتي إلى العيد ظاهرا؟ على فكرة ده كان العيد الثالث اللي يحضره المسيح من ساعة بدء خدمته، يعني العيد الثالث. فكان الكل عايز يموت المسيح. 3 أحداث كبيرة حددت أو يعني خلت الفريسيين يقرروا تماما أنهم لازم يموتوا المسيح. يعني أول حدث شفناه في الحد الخامس بتاع المخلع، لما راح قال لليهود الذي قال لي أن أحمل سريري هو المسيح. ومن ساعتها بدأوا هم عايزين يموتوا المسيح بأي شكل. وبعدين إقامة لعازر كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لليهود، لأن إقامة لعازر كانت عبارة عن جرعة مكثفة من إظهار لاهوت المسيح. الكل شاف إن المسيح هو ده الله. إزاي يقيم ميت بعد ما أنتن وكل أوصال وكل شرايين وكل قلب وكله انتهى ودوت وأنتن، والكل شم ريحة النتانة ديت. قال لهم المسيح بالعامل يرفعوا الحجر يعني. فعشان كده ناس كتيرة جدا آمنت بالمسيح، مش بس كنبي. هم ما شافوش ابدا النبي بيقيم ميت له 4 ايام. شاف في العهد القديم واحد مثلا من الانبياء زي اليشع او ايليا يقيم ميت، بس بصلوات وطلبات ورايح جاي وطالع ونازل امور كتيره. لكن المسيح بكلمه وصرخ، الصرخه ديت هزت كل الحاضرين، لعازر هلم خارجا. فناس كتير جدا من اللي كانوا بيحبوا مريم ومارسا والعازر يوم يعزوه شافوا المنظر دوت، قالوا بس يبقى احنا نآمن بالمسيح، وفعلا آمنوا بالمسيح. فخافوا جدا. ثالث حدث
خلى الشعب أو الفريسيين كتبوا يصروا على قتل المسيح، هو النهارده حد الزعل. دخل كملك ودخل مش خايف زي ما هم متوقعين. هم كانوا بيقولوا هل يأتي العيد؟ لا، ده جه العيد وجه ظاهرا وفي موكب مهيب ما حصلش أبدا في كل أورشليم يمكن من أيام داوود النبي. فخافوا، قالوا ده أخذ كل الناس، أخذ كل القلوب، وحتى الأطفال بيقولوا خلصنا. ممكن يقول طب يعني كلمة خلصنا كلمة عادية؟ لا، كان واضح جدا من الكلمة ومن خوفهم إن خلصنا دي معناها إن هو الله الذي يخلص. عشان كده قالوا سكت الأطفال، قالوا حتى لو سكتوا الحجارة إيه؟ تتكلم. عشان كده الثلاث أحداث دول كان قرار الفريسيين والكتبة إنهم لابد إن هم يقتلوا المسيح. لكن جه القرار الأخطر والأصعب من الثلاث دول وهو يهوذا لما سلم السيد المسيح وباعه. لقوا إن هو خلاص يعني القرار من جوه من بره، واعتقدوا إن كمان في ثورة ضد المسيح من داخل التلاميذ. يعني ربما لو ما كانش يهوذا تقدم وخان المسيح بهذه الخيانة كان ممكن يتأخر الأمر دوت. الأطفال كانت فئة مهملة في المجتمع اليهودي زمان، يعني كانت فئة مهملة وما فيش اهتمام ليها. لكن المسيح زي ما شفتوا كان يجيب الأطفال وسط الناس ويقول لهم تبقوا زي الأطفال دول، طفل يحس إنه حاجة كويسة. وكان ياخدوا الأطفال يقول لهم لا تمنعوا الأطفال من المجيء إلي لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وأقام أطفال من الموت، مش كده؟ عشان كده الأطفال حسوا كمان بقيمتهم عند ربنا. ودي تعليم الكنيسة. نحن بندي للأطفال أهمية كبيرة بناء على ما فعل السيد المسيح والمجد. والطفل النهارده هو رجل الغد والست بتاعت بكره اللي هي يبقى عندها بيت. عشان كده الهدف الأكثر في دخول المسيح أورشليم هم الأطفال. طبعا الأطفال يقدموا المسيح كرامة غير عادية. والمزمور كده بيقول يعني حتى لو سكت هؤلاء الحجارة ايه؟ تنطق من أفواه الأطفال والرضعان هيأت تسبيحا. ليه؟ أصل لما الكبار يسكتوا لازم الله مسبح ممجد ومسبح في قدسيه. فلما الكبار بسبب خطيتهم يصمتوا عن التسبيح، الأطفال لازم يسبحوا ربنا، لأنه لابد إن في فئة معينة في الكنيسة أو في المجتمع أو في العالم تسبح ربنا. فطبعا جميل إن كلنا نسبح ربنا كبار وصغار، لكن تسبيح الأطفال في الكنيسة له قيمة كبيرة جدا جدا. الكلمة الخطيرة اللي قالها السيد المسيح يعني لأنه قد أخفي عنك يوم افتقادك. قال أنت يا أورشليم لم تعرفي زمان افتقادك. وهنا الكلمة الخطيرة الموجهة لكل واحد مننا. كل واحد مننا يفكر كده، يا ترى فعلا أنا بعرف اليوم والساعة اللي ربنا يسوع بيكلمني فيها وبيفتقدني فيها، ولا بكون غافل، ولا بكون في عمق الخطية، ولا بكون في توهان كتير جدا دي ربنا يخبط على الباب ومحدش يفتح له، لأن كل واحد مشغول في دنيته. في زماننا ده بالذات الناس مشغولة انشغال غير عادي عن ربنا. وبعدين يعني نقص كمان الأكل والشرب والهم والمعيشة، يطلع كمان اختراع الإنترنت دوت وخلى كل العالم مشغول عن ربنا تماما. كل واحد ماسك إلهه في إيده وعمال يبص فيه ويحطه في جيبه ويحطه في قلبه ويحطه على دماغه ويفكر فيه، وأصبح الناس مشغولين عن ربنا بشكل غير عادي. خلي بالكم إن المسيح ما يحبكش أبدا تبقى مشغول عنه، مش لأنه هو بيغير بس، لأنه هو بيحبك، لأنه خايف عليك. خوف ربنا عليك يخليك أيضا يعني يخليك ينتبه أو يخليك ينبهك يعني إنك أنت اوعى تضيع في وسط توهان العالم وفي وسط الانشغال الكبير دوت. السيد المسيح له المجد صنع معجزات كبيرة جدا جدا، ولكن من أجملها معجزة دخوله أورشليم. سمح كده زي ما سمح على جبل التجلي إن يكون في شعاع من لاهوت مجد وكده بسيط على قد احتمال البشر، خلى بطرس ويوحنا ويعقوب يسقطوا من الخوف والرعب والرعدة. لكن هذا الشعاع المفرح خلى الأطفال تهتف. إيه اللي علم الأطفال؟ مين اللي علمهم؟
مين اللي قال للأطفال يقولوا أصمنا في الأعالي؟ دي أكيد روح ربنا، أكيد روح ربنا يعني علم الأطفال وكلمهم. مين اللي علم الأطفال؟ تفتكروا كده لو فكرتوا معايا الأمر ده عادي؟ مش عادي. من إمتى في إسرائيل يقول واحد خلصنا؟ حصلتش لأيام داود النبي حد قال للملك خلصنا، ولا قال للأشعياء اللي معنى اسمه يهوه يخلص خلصنا، ولا قال لهوشع اللي معنى اسمه كده برضه. لكن المسيح الأطفال بدأوا هذا الهتاف يعني، وقالوا خلصنا وشعنا خلصنا. ومن هنا جه تسمية حتى أحد الشعانين. أحد الشعانين يعني أحد الخلاص. فعموما الله المتكلم في قدسيه، الله المستريح في قدسيه، خلى الأطفال دول هم ينطقوا ويصرخوا خلصنا. على فكرة يعني الشعب أيضا كان منبهر جدا بالآيات اللي عملها المسيح، بالذات إقامة عازر، تفتيح عين الأعمى، وكل المعجزات. ففي اليوم دوت يعني كده كله كان في حالة روحية عالية، لكن البعض أو الأغلبية منهم كان لهم غرض مختلف. كان عايزين المسيح يملك عليهم. ليه؟ أصل ده صنع معجزات كتيرة، من ضمنها عمل لهم خبز وسمك كتير جدا جدا. فأصبح الأمر إيه؟ أصبح الأمر سهل. لو ده ملك هيوفر عن الأكل والشرب، وبعد ده قوي جبار بأس وبيعمل حاجات غريبة، ممكن أيضا يدافع عنا لو حصل حرب هنغلب بيه. هم يعني فهموا، بس فهموا من الناحية الجسدية. طبعا المسيح هو الذي يفتح يده فيشبع الجميع غنى من رضاه. هو يطعم كل البشرية. في حقيقة هم فهموها بشكل بس أرضي يعني، وهو اللي بيدافع عنك في كل حروبك وفي كل ضيقاتك، بس برضه فهموها بشكل أرضي فقط. عشان كده طلبوا يملك المسيح. لكن لما المسيح رفض إنه يملك عليهم، تحول الأمر للأسف الشديد إلى كراهية للمسيح. وكثير من اللي كانوا حاضرين يهتفوا ليه قالوا في يوم الصلب اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. هو كده في فئة من البشر لو ما خدتش اللي هي عاوزاه تتحول إلى عدو. المسيح دخل أورشليم وهو بالحقيقة ملك من كل نواحي. أولا هو ملك الملوك ورب الأرباب، طبعا مين وضع الملوك إلا هو يعني. ثانيا هو من ناحية جسدية هو من سلالة ملوك، يعني جده كبير خالص هو داوود الملك، وكل سلسلة الأنساب بتاعت داوود كانت سلسلة ملوك. فالمسيح بالحقيقة دخل كملك، ولكنه غير في طريقة الدخول. بدل ما يدخل على حصان وفي جنود اللي حواليه بجنود كل واحد ماسك سلاح رمز القوة، دخل على حمار، على جحش وحمار يعني وأتان. فدخل في صورة متواضعة جدا، ولكن الجنود اللي كانوا بيحيطوا بيه هم الأطفال. زي ما كان في بداية ميلاد المسيح يعني إن قتلوا أطفال بيت لحم اللي دافعوا كأنهم دافعوا عن المسيح، أيضا الأطفال هم اللي هتفوا للمسيح، وكانوا هم جنوده اللي بيحيطوا بالعرس الملكي بتاعه. لما دخل المسيح دخل وكان نفسه إنه يملك قلوب الناس، مش يملك على كرسي ويؤمر الناس ويحارب عنهم حروب أرضية، لكن كان نفسه إن هو يملك على القلوب. زي ما بيقول الكتاب: يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. هم لاحظوا طرق المسيح لكن فهموا غلط ودبروا غلط. لكن عموما كتير برضه من الناس ديت اللي هتفت للمسيح دخلت الإيمان بالآلاف بعد محل روح القدس على التلاميذ. المسيح أصر إنه يدخل أورشليم بشكل وديع هادي، وزي ما قال أيضا في زكريا 9: هوذا ملكك يأتيك وديعا. هو الوداعة أحد أهم سمات المسيحية، وأولاد ربنا يتحلوا بالصفة دي في كل ظروف. ممكن المسيح يبقى قوي طبعا ولازم يكون قوي، بس يكون حتى في قوته برضه يكون وديع جدا. المسيح دخل أورشليم كملك وحطوا في الأرض دي سعف النخل وأشجار الزيتون، واللي لبسهم كانوا بيعملوا كده مع الملوك المنتصرين. لما ملك يغيب عنهم شهور ويعمل
انتصار كبير يعني على الأعداء، وهو راجع يعمل له كده قوس النصر ويفرشوه في الأرض اللبس دوت. في المسيح دخل كمنتصر في أورشليم، وديت كانت نبوة عن المسيح المنتصر اللي يغلب الشيطان واللي يغلب عدو الخير واللي يغلب الموت. العدو الذي لا يهزم هو الموت، الشيطان بيتهزم. قال أنا قد أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحيات والعقار، ولكن الموت أبدا لن ينهزم. فالمسيح له المجد دخل كمنتصر وغلب، وهيغلب كمان يموت بعد شوية. آخر كلمة أقولها لكم مهمة، إن المسيح بدأ الرحلة المهمة جدا دي والخطيرة من بيت عنيا. خلي بالكم، وكان في أسبوع الآلام يروح يرتاح في بيت عنيا، وبعدين طول الكنيسة في الصلاة على جبل الزيتون. وكان المسيح له المجد يروح في بيت مريم ومرسى والعازر، تقعد مريم عند تحت رجليه تسمع كلامه، ومرسى تخدمه. كان السيد المسيح له المجد يحب الإنسان اللي يديه ودنه ويديه قلبه ويجلس عند رجلين المسيح كل يوم يتعلم، بدل ما نقعد عند رجلين المسيح ساعات بنقعد عند رجلين التلفزيون أو النت أو أي انشغال أو أي حكاوي. يا ريت تكون بيوتنا زي بيت مريم ومرثا والعازر. الكتاب في قصة إقامة العازر يقول إن المسيح له المجد كان يحب البيت ده جدا محبة خاصة، حب مرسى ومريم والعازر. الترتيب دوت قال كده كتاب عشان حد يفهم إن هو المسيح كان زعلان من مرسى يعني. فالمسيح كان بيذهب للبيت اللي هم بيحبوه، وأيضا هو لحد النهارده مستعد يذهب في كل بيت يظن إنه بيحب المسيح من قلبه. كل بيت، كل إنسان وكل قلب، كل مجموعة تحب المسيح من قلبها، المسيح لابد أن يأتي ويسكن في هذا المنزل اللي هو السيد المسيح له المجد.